ناس كتير بتسألنا ايه هي انواع الانسيالات التنس. ببساطة كده الانسيال التنس ده عبارة عن ذهب اللي هو المونتيرة اللي ماسكة الحجر والحجارة اللي مرصوصة فيه. نيجي للشكل الأول وهو البلجاري، وده بيخلي الحجر طاير في الهواء، في منه بيبقى 3 سنة و4 سنة، وده فيه ميزة جميلة جدا، بيدي ضي مختلف للحجر وبيخليه يلمع على طول، خاصة في الحجارة الكبيرة شوية. يعني لو حجارة اربع أو تلاتينات في الأنسيال التنس أنصحك بالبلجاري. تاني حاجة معانا وهي الكارتيه، ودي طريقة الذهب فيها بيبقى ماسك الحجر، فبيبقى الحجر تقريبا كله طاير. وما تستغربوش انا برضه قلت في اللي فات انه طاير، بس ده الحجر كله في الهواء بيدي ضي من كل اتجاه. طب ايه الفرق بين الطريقتين؟ طريقه الكارتيه بتنفع اكتر في الحجاره الصغيره لان هي بتدي منظر كبير شويه، فينفع في العشرات، في السبعات، في الخمستاشرات، بيبقى الانسيال شكله كبير والحجر شكله اكبر. في طريقه تانية ان احنا بنجيب انسيالين تنس رفيعين نحطهم جنب بعض، او الدبل، وده بينفع في الحجاره الصغيره، الوحايد، الاتنينات، فبيديكي انسيال عرض كبير جدا من حجاره كتير صغيره، وده ينفع يبقى دبل او حتى تريبل. نيجي على اخر طريقه ودي اللي انتشرت مؤخرا عندنا في مصر وهي الميراكل، وده هنا بنستعمله اكتر للحجاره الصغيره، الوحايد والاتنينات، عشان بتدي منظر الحجر اكبر بكتير جدا من شكله الحقيقي، لان بيبقى فيه مرايه من فوق او زي ما بنسميها مرايه بتبقى عامله ريفليكشن في الحجر، بتدي شكله كبير جدا. والميراكل فيه ميزه جامده جدا عن كل الانسيالات، انه شكله كبير وسعره قليل جدا. يعني بدل ما تجيبي انسيال وحايد او اتنينات تنس عادي، ممكن تجيبي مكانهم الميراكل وهيديكي شكل اكبر بكتير. انما لو عايزه تجيبي انسيال عشرات او خمستاشرات وانت طالعه، يبقى هنخلينا في الاشكال الكلاسيك اللي كلنا عارفينها. وما تنسوش عندنا في مجوهرات الطويل معظم الانسيالات التنس ليها الشهادات بتاعتها، سواء من HRD او GIA، من اول انسيالات التنس السبعات وانت طالعه، كل ده بتاخدي له شهاده. وبس كده. لو عندكم اي اسئله عن التنس بريسلت اكتبوا لنا في الكومنتس. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.